السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إيه الأخبار؟ عاملين إيه؟ إن شاء الله كده تكونوا كويسين وتكونوا في أفضل حال بإذن الله. الدروس اللي فاتت تكون اتفهمت وتكونوا حليتوا عليها والدنيا مشيت فيها. فيلا بينا كده نكمل مع بعض إن شاء الله. إحنا هنشرح الدرس التاني، أو مش هنقول شرح بقى، إحنا هنعمل ملخص كده زي ما اتفقنا. الدرس التاني في الوحدة التانية اللي هو الدرس الرابع، بعنوان دوال كثيرات الحدود. يلا بينا كده يا صديقي. استعذ بالله من الشيطان الرجيم، صلى على النبي، استعين بالله وتوكل على الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الدوال كثيرات الحدود دي يا صديقي، أول حاجة تعالى نيجي نفتكر شكلها بيبقى عامل إزاي، وإمتى الدالة تبقى كثيرة الحدود. طيب والله الشكل بتاعها قال لي إن هي بتبقى عبارة عن f of x بيساوي a نود زائد a1 في x زائد a2 في x تربيع زائد مثلا a3 في x أس 3 زائد براحتي خالص. أفضل بقى مكمل كده. طيب إيه ال a نود وال a1 وال a2 وال a3 والكلام دوت؟ قال لي إن ديت المعاملات. يعني ايه المعاملات؟ يعني الرقم اللي مضروب في المتغير. يعني ايه المتغير؟ المتغير بتاعي هو الاكس، في الحالة ديت هو هنا كده الاكس. طيب الاي ديت اللي هي الاي والاي 1 مثلا والاي نود والاي 2 والحاجات دي المعاملات. طيب الشرط بتاعي ان المعاملات ديت تكون اي عدد حقيقي. يعني ايه اي عدد حقيقي؟ يعني اي عدد انت جيت ودرسته، يعني بتكون بتنتمي للار. طيب يعني ممكن تبقى ايه؟ ممكن تبقى 4، يعني ممكن تبقى عدد صحيح عادي خالص. ممكن تبقى جذر، يعني ممكن يجي يقول لي جذر 8 عادي. ممكن تبقى كسر، يعني ممكن تبقى مثلا 1/4. ممكن تبقى عدد سالب، ممكن تبقى -2. ممكن تبقى أي عدد حقيقي في الدنيا براحتي خالص. يبقى المعاملات بتبقى أي عدد. طيب قال لي إن الإكس ديت بقى فيها شرطين. إن الشرط بتاعها إن الأس يبقى عدد صحيح، وفي نفس الوقت العدد الصحيح دوت، لو قلنا مثلا ده الشرط الأول، إن الشرط التاني إن العدد الصحيح دوت يبقى عدد صحيح موجب. يبقى الأس بتاعي يبقى عدد صحيح وفي نفس الوقت يبقى عدد صحيح موجب. يعني إيه؟ تعال ناخد مثال. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنا دلوقتي جيت قلت لك f of x بيساوي 3x أس 3 زائد 2x تربيع زائد مثلا 4. طيب احنا دلوقتي عشان نيجي نعرف الداله دي كثيره حدود ولا لا، ببدا ان انا اجي اطبق الشروط. طب بتطبق الشروط ازاي؟ بتشوف الاكس دي، اروح اشوف الاس بتاعها. لو لقيت الاس دوت عدد صحيح وفي نفس الوقت العدد الصحيح دوت موجب، يبقى انا كده تمام. طيب يعني ايه عدد صحيح؟ عدد صحيح مثلا زي الواحد والاثنين والثلاثة والاربعة والخمسة والستة والكلام ده. وعلى فكرة معاهم -1 وال-2 والدنيا دي عادي، ومعاهم الصفر. بس انا في الحالة ديت هرفض الاعداد السالبة. ليه؟ لان انت جيت قلت لي ان هو عدد صحيح وفي نفس الوقت عدد صحيح موجب، يعني معناه ان هو بينتمي لضد الموجب. طيب نرجع بقى كده للموضوع. انا هنا كده عندي ديت اكس اس 3. طيب يعني الاس دوت هنا كده كام؟ ب3. التلاتة ديت عدد صحيح؟ طب وموجب؟ تمام، يبقى انا الشرط ده اتحقق. طب الاكس ديت اكس اس 2، الاتنين دي عدد صحيح؟ عدد صحيح موجب؟ يبقى الشرط ده اتحقق. 4 مفيش جنبها اكس. بص لما تيجي تلاقي ان الاربعه ديت مفيش جنبها اكس، يعني ديت 4 في اكس اس صفر. تمام، او 4 يعني مش هتفرق معانا. بس المهم ان انا الاسس ديت في الحاله دي كانت عدد صحيح وفي نفس الوقت العدد الصحيح ده كان موجب، يبقى ديت داله كثيره حدود. طيب تعالى كده اجي اقول لك مثلا امتى الحالات ان الداله دي ما تبقاش كثيره الحدود. والله لو انا لقيت ان الاس بتاعي دوت كسر، ماشي، او عدد سالب، ماشي، او ان انا لقيت الاكس ديت موجوده في صوره كسر. يعني ايه يا حاج موجوده في صوره كسر؟ يعني انت مثلا لقيت ان هي اف اوف اكس مثلا بيساوي 4 على اكس. كده لا، غلط. ليه كده غلط؟ لان دي داله كسريه. مش عليك دلوقتي بس ماشي. امال احنا بنتكلم على ايه؟ لا ده انا بتكلم على داله كثيره الحدود. ما ينفعش ان انا الاقي الاكس ديت تبقى في كسر. كويس كويس. طيب وما ينفعش برضو ان انا الاكس بتاعتي ديت تبقى موجوده في جذر. يعني ايه؟ يعني ما ينفعش مثلا ان انا اجي اقول لك اف اوف اكس بيساوي جذر اكس. دي كده غلط. ليه؟ لان ديت اصبحت داله جذريه. امال احنا بنتكلم على ايه؟ احنا بنتكلم على الدوال كثيره الحدود. تمام تمام. يبقى باختصار بقى كده، ان الداله ديت بنقول عليها كثيره حدود امتى؟ كثيره حدود والله انا باجي بروح اشوف الاكس دي. لو لقيت الاكس ديت مش موجوده تحت جذر، وفي نفس الوقت ان الاكس ديت مش موجوده في صوره كسر، تمام، ولا هي هنا ولا هي هنا، يبقى ديت هنا كده كثيره حدود. طيب ابدا بقى ان انا اجي اروح اشوف الاس. ده الشرط الاول بتاعي. الشرط الثاني ان انا اجي اروح اشوف الاس دوت لازم يبقى عدد صحيح، وفي نفس الوقت العدد الصحيح دوت لازم يبقى موجب. لو انا لقيته عدد صحيح وعدد صحيح موجب اللي هو الاس بتاعي، والشرط اللي فوق دوت اتحقق اللي هو الاكس ديت ولا هي موجوده تحت جذر ولا هي موجوده في صوره كسر، يبقى ديت داله كثيره الحدود. طيب اي حاجه من دول حصلت يبقى الداله دي مش كثيره حدود.
تمام. طيب ناخد امثله. لو انا جيت دلوقتي مثلا اف اوف اكس، بسم الله الرحمن الرحيم، بيساوي اكس اس سالب 4 زائد 5 اكس زائد 3. واحد قال لي ما تكملش، قلت له ليه ما كملش؟ قال لي يا باشا ديت اكس اس سالب 4، يعني الاس دوت هو عدد صحيح، بس عدد صحيح ايه يا صديقي؟ عدد صحيح سالب، يبقى الداله دي مش كثيره حدود. قلت له ماشي. واحد تاني قال لي بص، احنا هنكتب نقول اف اوف اكس بيساوي 4 على 13 اكس اس 2 زائد اكس زائد مثلا 6. واحد قال لي ما تكملش، قلت له ليه لا ما كملش؟ قال لي يا باشا ديت الاكس دي موجوده في صوره كسر، يعني حاجه وهي موجوده في المقام. قلت له يعني؟ قال لي ديت مش كثيره حدود. قلت له امال دي؟ قال لي داله كسريه. يعني مش عليك دلوقتي بس ماشي. تمام. انت عارف اصلا ديت ليه ما ينفعش تبقى كثيره حدود؟ لان انا ممكن ان انا اجي مثلا ال 4 على 13 اكس تربيع ديت، ممكن ان انا اجي اخليها ايه؟ اخليها 4 على 13 في اكس اس سالب 2. عملت ايه؟ انا عارف ان انا لما يبقى عندي الاس دوت في المقام، عشان ان انا اجي احطه في البسط بخليه سالب. يعني مثلا لو كان الاس دوت موجب اخليه سالب، لو كان سالب بخليه موجب. ما علينا يعني بالقصه ديت، عايز اشرح شويه مش هشرحها لك قد كده، لو انت جاي فاهمها يعني تمام. فهنا كده اصبح ايه؟ اصبح ان انا الاس عندي سالب. طب انا مش عايزه يبقى سالب، انا عايزه يبقى موجب، يبقى الشرط دوت اختل، يبقى الداله ديت مش كثيره حدود. تمام. طيب انت مش فاهم الكلام دوت، مش مشكله خالص، لقيت الاكس عندك في المقام يبقى الداله ديت مش كثيره حدود. كويس. طيب لو انا دلوقتي رحت جيت قلت لك اف اوف اكس بيساوي اكس اس تلت زائد 4 اكس تربيع زائد 5 دي اكس اس تلت. واحد جه قال لي ما تكملش، قلت له ليه ما كملش؟ قال لي دي مش كثيره حدود وش. قلت له ليه؟ قال لي يا باشا هنا كده الاس في الحاله ديت ليس عدد صحيح. قلت له امال دي؟ قال لي ده كسر يا باشا. قلت له ماشي، يعني انت بتقول لي ان الاس دوت لازم يبقى عدد صحيح، وفي نفس الوقت العدد الصحيح دوت يبقى موجب، وان الاكس ديت ما تبقاش موجوده ولا تحت جذر ولا في صوره كسر. قلت له قال لي برنس. قلت له يا عم طب بص، انا هكتب لك كده، هقول لك اف اوف اكس بيساوي جذر 2 اكس زائد 4 ماشي زائد 4 وخلاص. وهكتب لك مثال تاني، تعالى نكتب في صفحه تانيه معلش. بسم الله الرحمن الرحيم. لو قلت لك اف اوف اكس بيساوي جذر 2 اكس زائد 4، وقلت لك هنا كده اف اوف اكس بيساوي جذر 2 اكس زائد 4. رد واحد كده ايه دماغه على قده كده تعبان، قال لي يا باشا ديت هي دي. قلت له ازاي يعني؟ قال لي اقرا. قلت له ديت جذر 2 في اكس زائد 4، لكن ديت جذر 2 اكس زائد 4. رد واحد تاني قال لي يا باشا دي كثيرة حدود عادي، ودي مش كثيرة حدود. قلت له ليه؟ اشرح. قال لي يا عم ديت جذر 2 رقم عادي خالص، وانت جيت قلت لي ان المعامل اللي هو الجذر 2 دوت يبقى اي عدد ينتمي للار. قلت له يعني الجذر 2 عادي؟ قال لي يا باشا جذر كسر موجب سالب المعامل ده ما بيفرقش معايا، انا بشتغل على الاكس. طب الاكس ديت كانت موجوده لوحدها كده، ولا هي موجوده تحت جذر، ولا هي في صوره كسر، والاس بتاعها بواحد، يعني الاس بتاعها صحيح وموجب، يبقى ديت يا باشا 100% كثيره حدود. طب امال اللي تحت يالا؟ قال لي يا باشا ديت هنا كده الاكس موجوده تحت جذر، وما دام شفنا الاكس موجوده تحت جذر يبقى يا باشا ديت شكرا ليست كثيره حدود، دي داله جذريه. عارف ليه جذر اكس ديت ما هيش داله كثيره حدود؟ لان انا ممكن ان انا اخلي جذر اكس ديت هي اكس لكل اس نص، فاصبح هنا كده ان الاس دوت عدد كسري، يعني عدد ليس صحيح، وانا لازم عشان اجي اقول ان هي كثيره حدود يبقى صحيح وموجب. تمام، اللي هو الاس بتاعي. كويس. طيب ندخل بقى كده في الاسامي بتاعتهم، انواعهم والاسامي. بسم الله الرحمن الرحيم. لو انا دلوقتي يا صديقي قلت لك اف اوف اكس، بسم الله. لو انا يا صديقي دلوقتي قلت لك اف اوف اكس بيساوي اكس تكعيب زائد 4 اكس تربيع زائد 5، ولو قلت لك اف اوف اكس بيساوي اكس تربيع زائد 2 اكس زائد 8. ماشي. قلت لك الداله ديت كده اللي هي الاولى دي من الدرجه الكام؟ قال لي الدرجه ديت انا بعرفها من الاس بتاع اكبر متغير. يعني ايه؟ قال لي ديت اسها كام؟ قلت له 3. دي اسها 2. اكبر اس عندي بكام؟ قلت له ب 3. قال لي يبقى دي من الدرجه الثالثه، الدرجه بتاعتها الثالثه. قلت له ماشي. طب يبقى ليها اسم؟ قال لي بيبقى ليها اسم. قال لي من الدرجه الثالثه دي بيبقى اسمها داله تكعيبيه. قلت له يا عم خلص. طب تعالى نروح على دي. قال لي بص برضه هاجي اشوف المتغير بتاعي واخد اكبر اس فيه. طيب دي اسها كام؟ دي اسها 2. دي اسها 1. مين اكبر حاجه؟ الاثنين. يبقى دي من الدرجه الكام يا صديقي؟ من الدرجه الثانيه. طيب ليه اسم؟ قال لي قال لي اسمها تربيعيه.
يبقى اللي من الدرجة التانية تربيعية، اللي من الدرجة التالتة تكعيبية. طيب رحت أنا جيت قلت له كده اف اوف اكس بيساوي اكس زائد 8. طيب دي من الدرجة الكام؟ الاكس أسها كام؟ الاكس أسها 1. يبقى دي من الدرجة الكام يا صديقي؟ دي من الدرجة الأولى. قال لي من الدرجة الأولى ديت يا باشا بتبقى اسمها دالة خطية. قلت له ماشي، يعني أنت بتقول لي إن التالتة تربيعية، التانية أنا آسف التالتة تكعيبية، التانية تربيعية، الأولى خطية. قلت له ماشي. طب تعالى نكمل. دي اف اوف اكس بيساوي 4. انت ملاحظ ان انا كل شويه بقل في الدرجات. انا كان عندي اول حاجه الاكس كان اسها 3، بعدين الاكس اسها بقى 2، بعدين الاكس اسها بقى 1، وهنا كده الاكس اسها بصفر، لان ديت هي عباره عن 4 في اكس اس صفر، وانا عارف ان اي حاجه اس صفر بواحد، يعني كانها 4 في 1، فترجع ستيل زي ما هي نفس الاربعه دي. طيب نرجع لمسالتنا. اف اوف اكس بيساوي 4. طيب الاكس ديت الاس بتاعها بكام؟ بصفر. يبقى من الدرجه الكام يا صديقي؟ من الدرجه الصفريه. خد بالك عشان الاسم الصفرية ده هيتكرر تاني، ديت الدرجة اهي، الدرجة الصفرية. طيب الاسم بتاعها اسمها دالة ايه؟ اسمها دالة ثابتة. عارف ليه يا صاحبي اسمها دالة ثابتة؟ لأن أنت لما تيجي ترسم الدالة ديت هتلاقي إن هي ثابتة. إزاي؟ قال لي إن أنا هاجي هعمل خط مستقيم كده عند الأربعة، دي معناها إن أنا القيم بتاعت الإكس عندي بتتغير. الإكس عندي متغيرة، لكن الواي عندي ثابته. عند اي قيمه للاكس انا كده كده باربعه. يعني مثلا الاكس هنا بواحد، والاكس هنا باثنين، والاكس هنا بثلاثه. عند الواحد هتلاقي الداله بكام؟ باربعه. طب عند الاثنين الداله باربعه، عند الثلاثه الداله باربعه، فاصبحت اسمها داله ثابته، ان انا قيمه الاربعه ديت عندي ما بتتغيرش. تمام؟ يبقى الدرجه الصفريه هي اسمها داله ثابته. طيب لو انا رحت كده عملت له كده قلت له اف اوف اكس بيساوي صفر. طيب دي من الدرجه الكام؟ قال لي دي يا صديقي ليس لها درجه. انت ملاحظ ان انا كل شويه بنزل. انا كنت في الدرجه الثالثه، بعدين رحت الثانيه، بعدين رحت الاولى، بعدين رحت الصفريه. طب ما فيش حاجه اصغر من الصفر بقى خلاص. يبقى هقول له ايه؟ هقول له ليس لها درجه. طيب دي ليس لها، انا اسف، ليس لها درجه. تمام؟ دي الدرجه بتاعتها. طيب الاسم بتاعها ايه بقى؟ الاسم بتاعها صفريه. ايه ده يا عم؟ ده في صفريه هنا وفي صفريه هنا. خلي بالك، دي الدرجه لما كانت الداله ثابته درجتها صفريه، لكن هنا كده الصفريه دوت الايه؟ الاسم. يعني انت لما تيجي تلاقي ان الداله اف اوف اكس بيساوي صفر، اعرف ان الداله دي اسمها صفريه، لكن درجتها ملهاش درجه. لكن لما تلاقي ان الاف اوف اكس بيساوي رقم ايا كان بقى الرقم ده ايه، 4 بقى، 3، 2، 1، اعرف ان الداله دي داله ثابته. وفهمنا ليه ثابته؟ لان انا عند اي قيمه للاكس الواي عندي ثابته، اللي هي هتفضل زي ما هي ب4 او 3 او الرقم دوت، بس الدرجه بتاعتها ايه يا صديقي؟ الدرجه بتاعتها صفريه. تمام. يبقى نعمل كده ملخص للدرجات ديت. بسم الله الرحمن الرحيم. انا بدات اول حاجه من الدرجه الثالثه. الدرجه الثالثه ديت اسمها تكعيبيه، ماشي. بعدين رحت على الثانيه. الثانيه دي اسمها ايه؟ اسمها تربيعيه، ماشي. بعدين رحت على الاولى. الاولى دي اسمها ايه؟ اسمها خطيه، ماشي. بعدين رحت على الصفريه. الصفريه دي اسمها ايه؟ الصفريه اسمها ثابته. طيب بعدين رحت على اللي ليس لها درجه. ليس لها درجه. اللي ليس لها درجه دي اسمها داله ايه؟ داله صفريه. خد بالك بقى من الصفريه اللي هنا والصفريه اللي هنا، واحده فيهم دي الدرجه ودوت الاسم، فما تتلخبطش. تمام. يبقى احنا عرفنا امتى الداله تبقى كثيره الحدود، الانواع بتاعتها والمسميات بتاعتها. تعالى بقى ناخد حاجه اسمها اصفار الداله. طيب اصفار الداله باختصار كده يا صديقي، معنى كلمه اصفار الداله ديت هي قيم اكس اللي بتخلي لي اف اوف اكس بيساوي صفر، او قيم اكس اللي تخلي لي الواي بيساوي صفر. ايه ده؟ ايه علاقه اف اوف اكس بالواي يا صديقي؟ ما الاف اوف اكس هي الواي. يعني من الاخر لما يجي يديك داله مثلا، تعالى ناخد مثال كده على طول، وقال لي ان الداله ديت اف اوف اكس بيساوي اكس تربيع ناقص 4. انا عايز اصفار الداله. انت بتعمل ايه؟ بتمسك الداله دي، هي اسمها ايه؟ اسمها اكس تربيع ناقص 4، صح؟ تقول له اكس تربيع ناقص 4 بيساوي صفر بس، وتبدا ان انت تيجي تحلها. طب لو كان قال لي مثلا اكس تربيع ناقص 9، هتقول له ان اكس تربيع ناقص 9 بيساوي صفر. طيب هاجي احلها ازاي؟ انا دلوقتي عايز قيم اكس دي اللي تخلي لي ان الداله دي اللي هي اف اوف اكس بيساوي صفر. خلاص سويت الاف اوف اكس بصفر وحطيت الداله دي، ابدا بقى ان انا اجي احلها. الاربعه دي هتيجي تروح بعكس اشارتها، يبقى الاكس تربيع بيساوي 4. عايز ان انا اجي اخلص من التربيع، هاخد الجذر للطرفين. فمن هنا كده لما تيجي تاخد الجذر التربيعي للاكس تربيع تطلع لك القيمه المطلقه لاكس، فيبقى القيمه المطلقه لاكس بيساوي جذر الاربعه. جذر الاربعه ب2، يبقى دوت معناه ان الاكس بيساوي 2 وسالب 2، يعني موجب وسالب 2.
لما انت عندك يبقى القيمه المطلقه للمتغير بيساوي رقم، ده معناه ان المتغير دوت بيساوي موجب وسالب الرقم. يعني لما انا بقول لك هنا كده ان القيمه المطلقه للواي بيساوي 3، معناها ان الواي بيساوي موجب وسالب 3، عشان لما انت تيجي تعوض بالموجب 3 اهي القيمه المطلقه للموجب 3 ب 3. طب لما تيجي تعوض بالسالب 3 القيمه المطلقه لسالب 3 ب 3. يعني مثلا لما انا اجي اقول لك القيمه المطلقه للزد بيساوي 10، ده معناه ان الزد بيساوي موجب وسالب 10. طيب فكر انت فيها ديت. لو انا دلوقتي جيت قلت لك القيمه المطلقه الام بيساوي 14، فالام هتبقى بكام؟ اكتب في الكومنتات ويلا بينا توكلنا على الله. يبقى انا دلوقتي فكره اصفار الداله هو انا عايز قيم اكس اللي تخلي لي اف اوف اكس ديت بيساوي صفر. يعني انت لما تيجي تلاقي المساله كده يقول لك اوجد اصفار الداله، تقوم انت جاي ماسك الاف اوف اكس دي ومساويها لي بالصفر على طول. الاف اوف اكس دي اللي هي تعريف الداله بتاعي. يعني ايه الكلام دوت؟ يعني مثلا لو قال لي اف اوف اكس بيساوي، بسم الله الرحمن الرحيم، 3 اكس اس 3 ناقص 81، هتقول لي كده بص على طول كده 3 اكس اس 3 ناقص 81 بيساوي صفر، وابدا ان انا اجي احل عادي خالص. اودي ال 81 بعكس اشارتها، يبقى 3 اكس اس 3 بيساوي 81. اقسم دي على 3 واقسم دي على 3 اللي هو المعامل بتاع الاكس اس 3، فيطلع لي ان الاكس اس 3 بيساوي 27. طيب عايز ان انا اجي اخلص من الاس 3، اقوم جاي واخد جذر. طب الجذر الكام؟ الجذر التكعيبي. ليه؟ لان دوت هنا كده اس 3. طب لو كان اس 2 اخد الجذر التربيعي، اس 4 اخد الجذر الرابع. طب انا اخدت الجذر التكعيبي في طرف المعادله الاول، اروح عند طرف المعادله الثاني اللي هو ده واخد فيه برضو الجذر التكعيبي. اللي انا بعمله في طرف المعادله الاول لازم ان انا اعمله في طرف المعادله الثاني. طيب يبقى من هنا كده الجذر التكعيبي يروح مع الاس، يبقى من هنا كده الاكس بيساوي الجذر التكعيبي لل 27 ب 3. خد بالك ان الجذر التكعيبي ما بيطلعليش قيمه مطلقه، غلط، لكن الجذر التربيعي هو اللي بيطلع لي القيمه المطلقه. دي اكس، ها دي بيطلع، لكن ديت علامه غلط يعني. تمام، دي ما بيطلعش يعني لا. تمام. طيب ناخد مثال كمان. بسم الله الرحمن الرحيم. لو انا دلوقتي قلت لك اف اوف اكس بيساوي 2 اكس تربيع ناقص 18، هتعمل ايه؟ هتمسك التعريف بتاعك ده اللي هو 2 اكس تربيع ديت ناقص 18 وتقوم جاي مساوي لي بالصفر، وتبدا بقى انك انت تيجي تحلها عادي خالص. طيب بعد ما تيجي تحلها يطلع لك مثلا في الحاله دي ان الاكس بيساوي ناقص مع الاثنين موجب وسالب 3. حلها وشوف الدنيا ديت وصلت معاك كده ولا لا. طيب يبقى احنا كده فهمنا اصفار الداله بتتحل ازاي جبريا. يعني ايه جبريا؟ جبريا الحل اللي احنا بنحله دوت. طب بتتحل ازاي يا حاج؟ ان انا باجي بمسك التعريف بتاع الداله دوت واقوم جاي مساويه بالصفر، واقوم جاي شايف الاكس ديت عندي بتساوي كام. تمام. طيب بيانيا بقى لما تجيلي رسمه، لو انا دلوقتي يا صديقي رسمت لك الرسمه كده وقلت لك انا عايز اصفار الداله المنحنى ده كده. طيب معنى اصفار الداله، انت قلت لي هي القيم بتاعت اكس اللي عندها الواي بتساوي صفر. قلت له اه. طب وبدانا ان احنا نيجي نحل الكلام دوت جبريا عن طريق ان انا كنت بساوي الاف اوف اكس اللي هو التعريف بتاع الداله بصفر، وبدات ان انا اجيب قيم الاكس. الكلام ده جبريا. طيب بيانيا، ولا مش انت بتقول لي انا عايز قيم اكس اللي عندها الواي بيساوي صفر؟ اه. يبقى انا هبدا ان انا اشوف في المنحنى او في الشكل اللي انت مديهوني الواي بتساوي صفر عند انهي قيمه للاكس. يعني ايه الكلام دوت؟ ما هي الواي بيساوي صفر يا حبيبي لما المنحنى او الشكل اللي انت مديهوني يبقى موجود على محور اكس. يعني ايه؟ بص باختصار، لما يجي يقول لك اوجد اصفار الداله لداله وارسمها لك بياني، بتشوف المنحنى ده او الخط او الشكل اللي هو مديهولك دوت قطع محور اكس بانهي نقطه. يعني ايه؟ يعني مثلا ده المنحنى بتاعي، انا همشي مع المنحنى من عند النقطه دي، انا ماشي 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 لحد ما وصلت عند النقطه دي، لقيت ان هو قطع محور اكس. طب قطع محور اكس في النقطه دي، اشوف احداث اكس عندها بكام، وليكن مثلا ديت سالب 3، وليكن ديت هي كمان 3، يبقى اول صفر من اصفار الداله هو السالب 3. وبعدين افضل ماشي 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 لقيت ان هو قطع واي، ماليش دعوه بالواي، انا عايزه لما يجي يقطع اكس. طب فضلت ماشي 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 لقيت ان هو قطع اكس عند النقطه دي. طب قطع عند النقطه كام؟ النقطه 3 بس. يبقى دول اصفار الداله بتاعتي سالب 3 و3. انا بشوف المنحنى قطع اكس عند انهي نقطه، ومعنى ان هو قطع اكس يبقى انا عندي احداث الواي بصفر. اه طب ما هو ده الشرط اللي انا عايزه، ان انا عايز الواي تبقى بصفر. صح، مش احنا كنا بنقول ان الشرط ان الاف اوف اكس تبقى بيساوي صفر؟ هو دوت اصفار الداله. طب ما هي الاف اوف اكس ديت هي الواي. امتى الواي تبقى بيساوي صفر؟ لو المنحنى دوت موجود على محور اكس، اللي هي في نقطه موجوده في على محور اكس. طيب ناخد مثال تاني. بسم الله. لو انا دلوقتي جيت وقلت لك
اوجد اصفار الدالة للخط المستقيم دوت، وادي ديت مثلا كده -2 وديت -1 وادي ديت 1 ودي 2 ودي 3. طيب الكلام دوت يعني ايه؟ يعني انا عايز اشوف المنحنى ده او الخط دوت قطع محور اكس عند انهي نقطة. هفضل ماشي مع الخط المستقيم بتاعي، فضلت ماشي 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 ماشي، لقيته ان هو قطع واي عند النقطة دي. مش عايزها. ليه مش عايز؟ انا عايز النقطة اللي هو هيتقاطع فيها مع محور اكس، هي دي بتاعتي. طيب فضلت ماشي 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 ماشي، لقيته ان هو قطع محور اكس عند النقطة دي. بس هي دي النقطة اللي انا عايزها، يبقى ديت اول صفر من اصفار الدالة هو ب2. طيب فضلت ماشي معاه، لقيته ان هو مكمل، ولا قطع اكس ولا قطع واي. انا كده كده مش عايزه مع واي، انا عايزه مع اكس. هل قطع اكس في اي نقطة تانية؟ لا خلاص، يبقى هي ديت ب2. طيب ناخد مثال تاني. لو انا دلوقتي يا صديقي ورحت وعملت لك كده، شكل غريب شوية، ماشي، هي ديت تعتبر يعني رسمة قوسين، يعني ماشي معاها ديت. بسم الله الرحمن الرحيم. قلت لك النقطة دي ب3، والنقطة دي ب1، ماشي، والنقطة دي ب1، النقطة دي ب3، النقطة دي ب4، هنا 5. خلينا يا عم نيجي نقول ديت ب5، وادي هنا كده دي 4، النقطة دي كده ب5. طيب الشكل دوت انا عايز اجيب اصفار الداله بتاعتي. والله اصفار الداله انا همشي مع المنحنى واشوف اقطع محور اكس في انهي نقطه. النقطه اللي قطع عندها محور اكس دي ابدا اشوف احداث الاكس عندي بكام، وخلاص هو دوت صفر من اصفار الداله، وابدا ان انا اجي اكمل. طيب هلاقي ان المنحنى ماشي كده 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 كده، قطع اكس عند النقطه دي. طب النقطه دي ولا احداث الاكس عندها بكام؟ ب3. اجري اكتبه، خلصت. اروح اكمل 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 اكمل، لقيته ان هو قطع واي عند النقطه دي. ماليش دعوه بواي، ماليش دعوه بواي، ماليش دعوه بواي، ماليش دعوه بواي. انا عاوزه يبقى قطع اكس عند انهي نقطه، لان لما يجي يقطع اكس عند نقطه معناه كده ان الواي بصفر، ومعنى ان الواي بصفر يعني الاف اوف اكس بصفر، ومعنى ان الاف اوف اكس بصفر يبقى ديت قيمه اكس اللي بتحقق لي الشرط بتاعي اللي هو ايه؟ اصفار الداله. طيب هفضل ماشي 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 ماشي، لقيته ان هو قطع محور اكس عند النقطه دي. طب النقطه دي بكام؟ لا قال لي دي ب1. اجري اكتبها. افضل ماشي 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 ماشي، لقيته ان هو قطع اكس عند النقطه دي بكام؟ ب3. اجري اكتبها. افضل ماشي ماشي ماشي، لقيته ان هو قطع اكس عند النقطه ديت اللي هي مثلا ب5 او ب4 بحاجه، يعني ايا كان، الرسمه طبعا مش دقيقه. تمام. بس كده يا صديقي، يبقى تعالى بس كده نيجي نلخص بس كده اللي احنا كنا بنتكلم عليه. احنا اول حاجه اتكلمنا على الدوال كثيره الحدود، قلنا امتى الداله تبقى كثيره الحدود. اتفقنا مع بعض ان انا عندي شرط في الاس وعندي شرط في الاكس، ان الاكس ديت ما ينفعش تبقى جذر وما ينفعش تبقى كسر، يعني موجوده كده في المقام. تمام. وان انا الاس دوت يبقى عدد صحيح، وفي نفس الوقت العدد الصحيح دوت يبقى عدد صحيح. تمام تمام. بعدين بدأنا ان احنا نيجي نعرف بعض الدوال واساميها. اتفقنا ان انا عندي درجات: الدرجه الثالثه، الثانيه، الاولى، الصفريه، والتي ليس لها درجه. طيب الثالثه اتفقنا ان هي التكعيبيه، الثانيه التربيعيه، الاولى هتبقى الخطيه، الصفريه هي الداله الثابته، اللي ليس لها درجة هي الاسم بتاعها ايه؟ الصفرية. دي من هنا كده الاسم، ومن هنا كده الدرجة. بعدين بدأت إن أنا أجي أكلمك عن حاجة اسمها أصفار الدالة. اتفقنا مع بعض إن أصفار الدالة ديت هي إن أنا باجي بقول له إن الإف أوف إكس بتاعتي اللي هو الدالة اللي أنت مديهاني ديت، أقوم جاي مساويها بالصفر، وأبدأ إن أنا أجي أحل وأجيب له قيم الإكس وأعملها له كده في قوسين مجموعة، وأقوم جاي قايل له مثلا هي تبقى عبارة عن كذا وكذا وكذا. تمام. طيب بيانيا إن أنا باجي بشوف المنحنى بتاعي دوت قطع محور إكس عند أنهي نقطة، وأشوف الإكس عندي بكام. يعني وليكن ديت -2 وسالب 2، أنا آسف ديت 2. هتيجي تقول لي في الحالة ديت مثلا إن أصفار الدالة هم عبارة عن -2 و2. بس كده يا صديقي. ذاكر كويس، حل كتير، إن شاء الله ربنا يوفقك بإذن الله، الدنيا تبقى كويسة كده معاكم. أتمنى لو أنت وصلت لحد هنا بس إنك تدعي لوالدي رحمة الله عليه بالرحمة والمغفرة، لعل وعسى إن يكون حد أقرب منكم، يعني حد فيكم أقرب لربنا سبحانه وتعالى يعني مننا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.